يلا بينا النهارده نعمل كفتة داوود باشا. يلا على طول نبتدي. اول حاجه معايا كيلو الا ربع من اللحمه المفرومه، فيها نسبه دهون ما تقلش عن 30%. بعد كده معايا بصلايه كبيره بشرتها وعصرتها كويس قوي من السوائل اللي فيها. البهارات اللي عندي نص معلقه صغيره من القرفه، بهارات لحمه كمان معايا نص معلقه من الكاري، كمان رشه من جوز الطيب، ملح وفلفل. بعجن كل ده في اللحمه كويس قوي، لازم تتعجن كويس قوي لحد ما تبتدي تعمل خيوط كده معايا واحس انها زي العجينه. بعد كده بجيب سكوب عشان اشكلها. السكوب دي اللي هي معلقه ايس كريم علشان بس تظبط لي مقاس الكفته وتبقى كلها مقاس واحد. لو انت حابه تعمليها بايدك وهتظبطيها تمام جدا مفيش اي مشكله. هشكلها لحد ما الكميه اللي معايا كلها تخلص زي ما احنا شايفين، وخلاص ده شكلها بعد ما شكلت بالسكوب. وابتدي بقى بعد كده المرحله التانية، بعد ما عملت كده اكور بقى واضغط عليها جامد وانا بكور عشان ما يبقاش فيها اي فراغات فتفتح معايا وانا بحمرها وتشقق وتفرفت. دي نقطه مهمه جدا. عصر البصل كمان اضغط عليها وانا بشكلها او انا بكورها، وده شكلها. وبعدين اسيبها بقى في التلاجة لمدة نص ساعة لساعة ترتاح قبل ما احمرها. بعد كده طاسة فيها زيت زيتون، زيت عادي، اي نوع زيت عندك تقدري تحمري فيه مفيش مشكلة. بطلعها من التلاجة واحمرها زي ما احنا شايفين. وبعدين اسيبها بقى على نار يعني فوق المتوسطه كده عاليه شويه، معليش على الاخر عشان ما تتحرقش وتستوي. بصوا بقلبها، ده اللون اللي هي خدته ما شاء الله، تحفه جدا اللون ده. وطعمها وريحتها مش عايزه اقول لكم عامله ازاي. بعد كده خلاص خلصت الكميه اللي معايا، ابتدي بقى اشيلها واحطها بقى في طبق على جنب كده، واسيب بقى الزيت اللي انا حمرت فيه ده عشان هستعمله، واحط فيه بقيه المكونات اللي عندي عشان نعمل على طول الصوص بتاعها. بس زي ما احنا شايفين بصوا لونها عامل ازاي، خطيره يا جماعه. بعد كده الزيت اللي عندي بقى بهدي النار عليه شويه، لان طبعا هنزل بمعلقه من الثوم المفروم، وخلي بالنا لازم اهدي النار عشان الثوم ما يتحرقش اول ما ينزل. بعد كده بحط معلقه من معجون الطماطم، الصلصه يعني، وبعدين اشوحه معاها كده شويه مع الثوم، واديله تقليبه كده لحد ما لونه بس يغمق شويه زي ما احنا شايفين. وبعدين بعد كده بنزل بقى بشفشق من الطماطم المركز، يعني شويه طماطم حلوين كده بتاع كيلو كده احطهم. وبعدين اسيبها بقى تاخد وتدي مع معجون الطماطم ومع الثوم ومع زيت الزيتون اللي انا حطاه او اي نوع زيت. واحط بقى البهارات بتاعتها كده واحده واحده. بحط برضو نص معلقه من القرفه يعني نص معلقه صغيره ما كترش. بعد كده معايا كمان نص معلقه من البهارات اللحمه، ونص معلقه كمان من الكاري، وملح والفلفل. بصوا كل ده ما بنكترش فيه عشان الطعم ما يبقاش جامد قوي، يا دوبك كل حاجه كده حاجه بسيطه عشان تدي بس طعم لذيذ كده. بعد كده بحط اخر حاجه رشه من جوز الطيب، وبقلبهم في بعض كويس قوي زي ما احنا شايفين كده. واسيب بقى الطماطم تاخد من الاطعمه دي كلها. بصوا ادي رشه بسيطه جدا من جوز الطيب، انا ما كترتش عشان ما يبقاش زي ما قلت لكم الطعم جامد ومش حلو. بعد كده خلاص هي اتسبكت وعملت بابلز كده زي ما احنا شايفين. ابتدي انزل بالكفته واقلبها كويس قوي، تاخد التقليبه يعني معاها كده وغلوه. بعد كده يعني ما سيبهاش كتير بقى عشان ما تتهريش. هي كده كده ما شاء الله قوامها حلو، مش هتتهري ولا حاجه، بس برضو مش محتاجه انها تاخد اكتر من غلوه. بعد كده بقدمها بقى مع رز بالشعريه، مع مكرونه، مع عيش. تاكليها حتى لوحدها من غير اي حاجه كده بتبقى خطيره. وبعد كده اجرنشها بشويه بقدونس او اي خضار عندي. خطيره يا جماعه وريحتها ماليه الدنيا. الف هنا وشفا. دي كانت كفته داوود باشا معايا النهارده. الف هنا وشفا وبون ابيتي. وبصوا هقطعها معاكم النهارده بقى كده عشان نشوفها. بصوا بتدوب دوب في البق يعني، وخطيره. طعمها حلو قوي وما شاء الله متماسكه وريحتها جميله وطعمها حلو قوي. يلا اعملوها وجربوها وقولوا رايكم ايه. الف هنا وشفا وبون ابيتي. وما تنسوش بقى اللايك والشير والسبسكرايب. باي باي.